لازم تجربوا بجد الديك الرومي البانيه ده، هتفكم كتير قوي لو مجربتوش. خطير خطير خطير. عمركم سمعتوا عن ديك رومي بانيه؟ هو ده بقى اللي انا هعمله معاكم النهارده. بجد عايزاكم تجربوا الديك الرومي البانيه ده عشان هو فعلا خطير، لحمه طري وفي نفس الوقت طعمه خطير لما بيشرب التتبيله، واهم حاجه ان هو مفيد جدا جدا وطعمه مسكر 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 قوي قوي قوي. بتقولوا للفرارجي عادي ان انتوا عايزينه يخلي لكم الديك الرومي يعمله لكم بانيه كده، وبعدين بنتبله بقى كويس جدا. هكتب لكم برده التتبيله تحت الفيديو. طبعا حطيت لها لبن عشان نخلي صدور الديك الرومي تطرى، لان هي طبعا هتاخد وقت في السوا، فانا بطريها باللبن وحطها في التتبيله دي. بقالي يومين والنهارده ده الثالث حطاه في التتبيله عشان يكون شارب التتبيله كويس جدا ويكون في نفس الوقت يستوي بسرعه. دلوقتي بقى بعد ما خلاص تبلته كويس جدا هبتدي اجيب حاجتين. طبق احط فيه بيض ولبن كتير طبعا حسب الكميه اللي احنا عاملينها، بس انا عشان ما شاء الله عامله كتير فهحتاج كتير. صينيه تانية فيها البقسماط بتاعي، وبعدين بقى هنتعامل معاه زي البانيه عادي، بس هو ليه تكنيك في التسويه لان الديك الرومي طبعا بياخد وقت، فالديك الرومي البانيه برضو هياخد معانا وقت. هوريكم، بس هو طبعا كفايده مفيد جدا جدا واكتر طبعا من الفراخ البيضه، بس قدر استطاعت كل حد يعني. بصوا بقى اول حاجه بعملها ايه، ان انا اول حاجه بشيل صدر الديك الرومي كده من التتبيله. دي اول خطوه مهمه جدا عشان الطبقه اللي فوق ما تفكش مني. بعدين هنزله في بيض ولبن وهوت صوص وملح وفلفل اسود وبابريكا وتوم باودر وبصل باودر، بحطهم كده فيها كويس. وبعدين هروح منزلاها على البقسماط كاننا بنعمل بانيه بالظبط. ما حطيتش دقيق، هو من التتبيله بفضيه من التتبيله. وبعدين بيض ولبن عليه هوت صوص اختياري وملح وفلفل اسود وبهارات برضو اختياري، توم باودر وبصل باودر، ولازم نتك جامد كده. بعدين لما نيجي نحطه في البقسماط عشان لو ما عملناش كده هيفك مننا في الزيت. بعد ما بنعمل كده بقى بنسيبه لازم اقل حاجه ساعه في التلاجة عشان يتجمع معانا كويس قبل ما نحمره. لو حمرناه على طول الطبقه دي هتفك مننا. يبقى انا دلوقتي قلت لكم على حاجتين ما تخليش الطبقه تفك، ان احنا نشيل التتبيله، وتاني حاجه ان احنا لما نيجي نحط في البقسماط نقعد ندوس جامد كده. ليه ما حطيتش دقيق؟ عشان انا عايزه احس بلحم الديك الرومي. لو حطيت دقيق هعمل طبقه كبيره كده فوق صدور الديك الرومي دي، فهتبقى مش على الديك الرومي على طول. لكن دلوقتي لما نيجي نحمره هتاكله على طول، هتحسوا بطعم الديك الرومي، مش هتحسوا بطعم بقى الدقيق وبقسماط والبيض واللبن، لا هتحسوا بقى بطعم بجد رومي بانيه. هيبقى خطير خطير خطير. لازم تجربوا الطريقه دي، تحفه 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 تحفه. بصوا حطيته اهو كله في البيض واللبن. بعدين بقى زي ما هنوريتكم كده هنرجع نحطه في البقسماط، بس انا بوريكم يعني انا بعمل ايه بقى في الرياليتي. بعملهم كلهم مره واحده، ما اقعدش اعمل واحده 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 واحده. لازم نقعد نتك بصوابعنا كده كده. لكن بقى ممكن حد يجي بقى مثلا يعمل ايه، يمسك البتاع كده اهو، اهي مثلا الرومي يروح عامل كده 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 اهو، وتروح حاطه لي كده اهو. دي بقى هتفك منكم بالذات وش 2 3 4 5 6 7 8 9 عشان نقعد نتك جامد كده. لكن لو سيبناها زي ما وريتكم كده والله هتفك منكم في الزيت اكيد. دلوقتي بقى هبتدي ايه احمر الصدور الديك الرومي بتاعتي بعد ما قعدت في التلاجة زي ما قلت لكم ساعه. مش بقلبها ولا باجي ناحيتها لحد ما تمسك نفسها خالص. وما نحطش كتير في الطاسه برضه، دي حاجه مهمه جدا جدا. احنا ما نحطش يعني صدور بانيه كتير، صدور ديك رومي كتير في نفس الطاسه. هقلبها بقى دلوقتي بعد ما مسكت نفسها، اطلعها بقى من الزيت وبس كده. سهله قوي قوي قوي، بس طعمها خطير خطير خطير. لو حسيتوا ان انتوا شاكين ان هي استوت ولا لا طلعوها كده عادي وتاكدوا من واحده، ها، عشان ما يطلعش منكم ني، ده مهم جدا جدا.